ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ بحبكم في الله. النهارده بقى جايه لكم بفيديو روتيني. فحت فحت. انا قمت النهارده على كارثه. طبعا الشقه اللي فوق مني بتتوضب، مخليين الشبابيك كلها اسمنت من بره. مطبخ شباك المطبخ كله اسمنت. كنت اغسل شباك المطبخ بس، وبعدين طقط في دماغي ان انا اقوم بالمطبخ كله. طبعا زي ما انتم شايفين التزامات المطبخ كلها بره، يعني المطبخ فاضي. اوريكم دلوقتي وهنخش بقى ننضفه، نشوف هنعمل ايه مع بعض. كل المطبخ فاضي. طبعا غسلت كل الحاجات اللي بتاعت التوابل، وغسلت كل حاجه، يعني يا دوبك على الراس. انا فضيت امبارح بالليل. طبعا اتشغلت بقى طول النهار في الاكل وشفت اللي ورايا وكده. وقلت بقى ايه، في السهرايه كده اخلص المطبخ عشان ابيته نضيف، اخش الصبح ان شاء الله اعمل اكلي، اعمل اي حاجه يبقى زي الفل. بس ادعوا لي ان الميه ما تقطعش. الميه مدوخاني بقالها دلوقتي 10 ايام، بتيجي وبتقطع. وبشتغل شغل يعني ايه كده بالقوه. ماشي. ونوحد الله ونقول لا اله الا الله، ونخش على الروتين بتاعنا ده بقلب جامد، قلب جامد جامد، عشان في تصبين الحيطان وتصبين الشباك اللي باظ من الاسمنت. يلا. يلا الحمد لله على كده، وربنا المستعان على اللي هنعمله. يلا نروح على المطبخ. زي ما انتم شايفين كده انا فضيت المطبخ كله. طبعا الصوت واضح بيرن. فانا ايه، جاهزه لتصبين المطبخ كلته بقى، نضافه بقى من اللي هي. بس ادعوا معايا ان الميه ما تقطعش. بصوا ضعيفه قوي. يلا الحمد لله هنشتغل برضو، هننجز مع بعض. يلا انا هحضر حاجتي ونشوف شغلنا هيبقى ايه. ويلا قوموا تشجعوا كده. والنظافه في الصيف بالذات عشان الحشرات وعشان الهاموش. فايه، دايما تكوني النظافه كده في ايديكي على طول، عشان ايه ما ينتشرش الحشرات والميكروب في المطبخ، وبالذات في المطبخ عشان احنا بنعمل اكل فيه ونسيب حاجات موجوده على الرخامات وكده. فاحنا ايه التنظيفه دي كل فتره كده انا بعملها، يعني اعتبر كل شهر بعمل العمله دي. بس هي دي جت مفاجاه بقى عشان الشباك بقى كله اسمنت. لو وريتهولكم، بس انا قافلاه دلوقتي برده عشان احنا على مناور، بخاف حاجه تخش بالليل من النور. ماشي. بس طبعا لما اجي اغسله هفتحه. يلا هتحضر حاجتي وارجع لكم تاني. دخلت على المطبخ بقى وقلت ايه، وقلت يا مسهل يا رب وعني على اللي انا فيه. طبعا هفضي بقى المطبقيه ديت عشان هنصفرها وندهنها مع بعض، عشان هي شكلها مش عاجبني خالص. ماشي. فانا بفضي بقى ايه الحاجات اللي باقيه اللي كنت بستعملها. دي كل اللي كان في المراجعه طبعا كلها، طبعا بخار الزيت والسمنه يطلع عليهم. فانا ايه بشيلهم بغسلهم كلهم ايه مره واحده عشان احطهم نضاف. خلاص اصفيهم كده واخلصهم وايه، ونخش على التصبين الحيطان بقى. الشغل اللي هو يعني السلم ده انا خايفه منه، بس بقول ايه ربنا يستر. فتحت الشباك بقى وهصبن الشباك كلاته. بدور عليه نجلاه، بدور على الفرش. صبنه بقى كلاته واخليه زي الفل كده واشطفه. والله الشغل ما بيتعبش، مش بيتعب الكلمه الوحشه. فاحنا طول ما انت راضيه ومبسوطه ومرتاحه انت هتعملي احسن حاجه في بيتك. وبعدين الشغل ده شغل بيتك انت، مش شغل حد تاني، مش حدش هيستنفع بيه. فالنظافه بتجيب نظافه، لكن الاهمال بيجيب اهمال. فالحاجه لما بتتعمل يعني كل وقت كده وكل شويه بتفضل نظيفه ما تتعبيش. لكن لما تسيبي اهمال على اهمال على اهمال، هتيجي تنضفي هتبقي ممله وزهقانه ومش طايقه نفسك من اللي انت شايفاه. ماشي. انا بقى ايه، رحت بقى على عند البوتاجاز. هجيب بقى ايه الحيطان دي كلها. انا كده خدت من على الحوض، بس طبعا طلعت على الرخامه وما رضيتش اوريكم وانا على الرخامه بقى، مش علاقه على الرخام. ماشي. انا خدت كده لحد البوتاجاز، طبعا برش باور واسيبه ياكل الدهون اللي على الرخام وعلى البوتاجاز وعلى القشرين. اه بقول لروضه واقف تحت بتناولني الميه، احط رش باور بقى واسيبها تاكل الدهون. وعلى ما اصب الحته يكون هو ايه كل الدهون كلها. انا حاطه بقى ايه في التصبين، حاطه كلور وزيت صابون، وحاطه عجينه اللهلوب.
اللوبه دي تحفه 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 على المواعين وعلى البوتاجاز وعلى الحيطان. انا دايما حته على الليفه كده وبصبن بيها بتبقى تحفه، بتدي لمعان وحاجه كده يعني ايه بصراحه سحريه. هنخلص بقى الحيطان كلها وننزل. هغسل كمان ايه التربوهات كلها هغسلها، ماشي، بتاع حاجة السوق البصل والطماطم وبتاع التوابل اللي هو اللي انا بحاجات الدقيق والملح الزيادة والمكرونات والحاجات دي. كل ده بقى هصبنه واخليه زي الفل واسيبه يتصفى على ما انا ايه اكمل بقية المطبخ. انا سبت النص التحتاني، عملت النص الفوقاني كلته والنص التحتاني قلت عشان ما لحوسوش تاني، فانا ايه قلت اخلص غسيل الحاجة دي بعد كده ايه اعمل النص التحتاني. بتدعوا لي وتقولوا لي ربنا يعينك يا نجلاء على اللي انت فيه. وعلى فكره بقفل الفيديو واطلع للعيال، طبعا انتوا عارفين الاطفال بيبقوا عاملين ايه مع بعض، فانا بطفي الفيديو وبطلع اسلك وحوش وراضي وبعد كده اخش اكمل تاني، يعني ايديا في كل حاجه. وبعمل وبغسل دلوقتي كمان، يعني شغلت الغساله وبغسل. الست المصريه ديت بصراحه يضرب بيها المثل في كل مكان يعني. الله المستعان على كل شيء. بس نظافه بقى، نظافه وريحه حلوه كده بقى، وتحسي تخشي المطبخ كده يبقى ليكي نفس ان انت تقفي تعملي اكل، مش تخشي زهقانه ومش لاقي مكان تقفي فيه وتحطي فيه حاجه كده ايه من الاخر. اوعوا تبخلوا عليا بالدعم بقى والاشتراك والكومنت الحلو والدعوات لي، دعوه منكم حلوه، الدعوه مستجابه للغريب، فادعوا لي بقى، ادعوا لنا بقى ربنا يوفقنا ويقدرنا على اللي احنا بنعمله. ماشي، خلاص كده انا بقى ايه بدات ارص ارجع الحاجه تانية اهوت. خلاص نشفت كل حاجه ورجعت كل حاجه ورصيت المواعين وكل حاجه. كل اللي فاضل ايه الرشاقه بتاعه الاطباق، وديت لسه بقى هنخش عليها بقى ديت الشوط الجاي اهي. بصوا كلها صدى طبعا الرطوبه. هي انا رحت اسال على واحده جديده بصراحه يعني ما عجبنيش الخامه بتاعتها وغاليه قوي. دي خامتها كويسه قديمه بس خامتها كويسه ما فيهاش حاجه غير ان ايه صديه بس ايه شويه كده ايه الرطوبه بتعمل الصدى ده. طبعا اي حديد بيتعرض للرطوبه بيعمل صدى. فانا هصنفرها بقى صنفره كويسه كده. خدت حته صنفره من ورا جوزي ما يعرفش اقول حد يقول. خدت حته صنفره كده ايه وانا صنفرتها صنفره جميله جدا، خليتها ناعمه خالص وغسلتها بعد ما صنفرتها كمان ونشفتها حطيتها في الشمس تنشف وايه وهندهنها. احنا نستنى بقى اعمل حاضر اعمل حاضر. طب هو جاي تعبان وجاي شقيان، فاحنا ايه لو اللي في ايده حاجه يعملها ويقدر يعملها يعملها، ما يستناش لحد يعملها له. ادي المطبقيه بتاعتنا او الرشاقه او حسب ما بتقولوا عليها. بصوا انا صفرتها، بصوا بقت زي الفل اهي ما فيهاش اي صدى خالص. جبت بقى علبه بوهيه برضو بتاعت جوزي كان عاينها، جبتها قلبتها الاول، جبت الفرشه هعمل بيها بقى فيها قسطه نقاش، قسطه نقاش بقى. اه هدهن بقى وحاطه ورق الجرنان على الترابيزه عشان لو وقع اي حاجه مني تنزل ايه على ورقه الجرنان. خليكي شاطره اوعي حد يضحك عليكي. ايوه عشان انت هتبوظي انت اللي هتعملي تاني. اه ورقه الجرنان محطوطه ايه وادي اللون بتاعها عاملاه بني وموجود بقى حلو بني بني مش مهم، المهم انها ايه اتغسلت وبقت حلوه واتضرى منها الصدى. توحدوا الله وقولوا لا اله الا الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وما بين ايديكم يا رب ويعينكم ويعيننا على على اللي احنا فيه. الحياه مش يعني ايه مش مستاهله تجديد. التجديد ده احنا بنجدد في عيالنا بقى مذاكره ودروس وكتب ومذكرات، يعني الله المستعان على كل الواحد عنده عيل او عيله بيعلمهم. والله العظيم ربنا يعينهم، والشباب اللي بتتجوز ربنا يعينها ويرزقهم من حيث لا يعلموا ولا يحتسبوا يا رب. افرجها علينا وعلى أمة المسلمين أجمعين ووفقني ازيكم يا حبايبي. وادي المطبخ خلصته زي ما انتم شايفين، ما كانتش الحاجات دي متعلقه ما كانتش موجوده، كانت كلها محطوطه على المطبخ. وعلقت كمان بتاعت التوابل ماشي. وادي المطبقيه اللي احنا دهناها مع بعض ماشي، صنفرتها ودهنتها وبقت جميله جدا والصدى راح منها.
نظافه مع بعضها نظافه بقى، كل حاجه بوتاجاز وكله كله كله. ماشي، يلا قومي شطري وقومي اعملي، واشوفكم في فيديوهات جديده. متنسوش اللايك والاشتراك والكومنت الحلو. بحبكم في الله.